عشان الوقت، نتنياهو النهارده أعلن أنه بصدد تشكيل حلف في المنطقة داخلها وحولها، وركز في التعبيرات بتاعت نتنياهو في المنطقة وحولها. وهذا الحلف هدفه مواجهة الحلف الشيعي المنهار والحلف السني الذي يتكون. طيب، احنا استفدنا من كلام نتنياهو عدة أشياء. الحاجة الأولانية إن هو بيشتغل مش لوحده، مع شوية حلفاء وأتباع، وهنقول لكم دلوقتي إيه الدول المرشحة. الحاجة التانية إنه خلاص بيتكلم على إن المحور الشيعي أو الحلف الشيعي بينهار، خلاص في طريق إلى انهيار. والحاجة التالتة إنه أكد على أن هناك تحالف سني في طور التكوين، ودي حاجة تسعدني جدا والله، مبسوط بيها جدا إنه في تحالف سني بيتكون. ضربة قاتلة للإمارات طبعا، ضربة قاتلة للإمارات. الإمارات المدافع الأول عن اتفاقات إبراهام في المنطقة. طب أنت ممكن تطلع تدافع إزاي بعد كده؟ الراجل بيقول لك أنا بعمل اتفاقات عشان أحارب الحلف السني، فأنت عايز تقول لي إن اتفاقات إبراهام دي هي أقرب للدين من الحلف السني؟ يعني بأي وجه هيطلع الإماراتي بعد كده يدافع عن علاقته بإسرائيل؟ احنا بنتكلم على تصريح لنتنياهو في النور، زي التصريح بتاع إسرائيل الكبرى كده. احنا بنعمل تحالف عشان نجابه التحالف السني الجديد اللي هو مكون من تركيا والسعودية وباكستان، ومش ربنا يهدي مصر وتدخل فيه. تمام؟ التحالف السني الجديد ده احنا بنعمل له حلف. ايه بقى الحلف ده؟ هو طبعا انا قلت لكم من زمان ان الاتراك متاكدين وعارفين ان المواجهه جايه وعارفين هم هيحاربوا مين. الاتراك عارفين هم هيحاربوا مين، عندهم عداء تاريخي مع الجريج، يعني مع اليونانيين، واليونانيين عارفين الكلام ده. فهو الحرب هتكون مع اليونان وقبرص واسرائيل، بالاضافه الى بعض الدول الاخرى اللي هي بدات تتكلم، زي مثلا الهند. النهارده الراجل طلع مودي واعلن انه بيرحب بكلام نتنياهو ويعمل اتفاق لمواجهه التحالف السني اللي هو باكستان. فاسرائيل مع الهند مع الامارات، اللي محمد بن زايد راح عمل اتفاق مع مودي وبعت ابنه خالد في مجابهه الحلف السني اللي فيه باكستان والسعوديه. عشان تبقى عارف بس اعوان اخوان الشياطين دول، اخوان الشياطين دول او الشيطان نفسهم مش اخوانهم، واصل بيهم يعني مش عارف الاقي لها لفظ والله، مش لاقي لفظ. الخيانه مش جاي حد، وصل بيهم الحقاره الى مستوى ابعد مما يتخيله احد. بيحط ايده في ايد نتنياهو مقابل الحلف السني ده يعني في النور في الاعلان يا جماعه. انا بتكلم على تصريح معلن لنتنياهو، تصريح معلن. احنا بنعمل حلف عشان نقف ضد الحلف السني الجديد. هياخد بقى في الهند، الامارات، اثيوبيا، اوغندا، كينيا، هو ماشي كده. دي الدول اللي بتتشكل للحلف الاسرائيلي الجديد. انا قايل لك ايه عن موضوع الاحلاف ده يا معلم؟ انت متابعني صح؟ يعني اللي متابعني مش محتاج ولا اجيب لك فيديوهات قديمه ولا بتاع، بس الفيديوهات موجوده على القناه، خش. انا قايل لك من اول ما الازمه بدات، اول ما بدا محمد بن سلمان وضرب يوم 30/12، قلت لك دي بوادر تشكيل الحلف اتكون خلاص، واضح جدا. امارات، اثيوبيا، اسرائيل، ده الحلف بتاع اللي هنا. الامارات، اثيوبيا، اسرائيل في مواجهه الحلف السعودي، التركي، الباكستاني، اللي يا رب تنضم لمصر. فاحنا يا جماعه دلوقتي اللعب في النور. عشان كده بقول لكم بعد بقى ما يعني التصور اللي ان شاء الله ما يحصلش، الله غالب على امره، انه بعد ما يخلصوا المعركه بتاعت ايران ويخلصوا على النظام، تعالى بقى نخش على اللي بعده. اللي بعده مين؟ تركيا ومصر يا حبيبي. ومصر يا حبيبي. مش نتنياهو طلع من شهر كده وقال لك قدرات الجيش المصري بتزيد بشكل مش لطيف، وتصريحاته ضد تركيا؟ كله جاي. ما هو ضرب ايران ده عشان يسلم المنطقه تسليم اهالي للصهاينه، عشان ينفذ الكلام اللي قاله مايك هاكابي مع تاكر كارلسون، انه ما ياخدوا الاراضي دي كلها يبقى مقبول. الكلام ده كله
عشان كده بقول لكم سيبك بقى من الايه العركات الصغيره، والعراق والكويت والامارات والسعوديه. بعد معركه ايران المنطقه كلها هتدخل على شقلباظات ضخمه جدا جدا يعني. ما دام هناك حلف سني يتشكل، لماذا تقوم باكستان بضرب افغانستان؟ العداء التاريخي بين باكستان وافغانستان ملوش علاقه باللي بيحصل ده. وانا كل ما اخشى الحقيقه ان افغانستان يمكن ان تنضم الى الحلف، يعني مش عارف ازاي ممكن اتخيلها ان الاخوه في طالبان ينضموا الى الحلف الصهيوني ضد الحلف السني. فارجو يعني انه ده ما يحصلش الحقيقه. ارجو ان هذا لا يحدث على الاطلاق. إذا صمدت إيران ممكن تعمل اتفاق يخدم مصالحها؟ ده ممكن تقلب الدنيا. إيران لو صمدت لمدة شهرين في هذه الحرب الدنيا هتتقلب. أين المغرب والجزائر من هذا الحلف؟ الجزائر يتم استدعائها إلى الدخول في الحلف السني. المغرب لا، ما عنديش معلومات عنها، لكن الجزائر في محاولات معها، في محاولات لاستدعائها للدخول في هذا الحلف. شكرا جزيلا أستاذ أرجابو. إيران هي الثور الأبيض. نعم نعم، عشان كده بقول لكم أنا مش سعيد بضرب إيران الحقيقة، مش سعيد خالص. لا، محمد بن زايد ما تسلسلش في رمضان ولا حاجة، ده أصله الشياطين الصغيرة بس هي اللي بتسلسل، المرضى الكبار ما بيتسلسلوش. ممكن الحرب دي تكون مدتها قد إيه؟ والله يا حنان محدش عارف، عشان بنقول هما الأمريكان عايزين الحرب من 5 إلى 10 أيام، والإيرانيين بيراهنوا على طول المدة، لأنهم يعلموا إن طول المدة معناه إنهم هينجحوا في كسر الإرادة الأمريكية الإسرائيلية. فمين اللي هينجح في هدفه؟ محدش يقدر يحكم أبدا دلوقتي. ده هتبقى حرب على الأرض، على الأرض. شوف واحد مش هرد عليه ومش هشتم بيقول لي أنت ليه بتعرض للجولان؟ أنا ما بعرضش لحد يا حبيبي، خليك مهذب ومحترم لو أنت مش لجنة يعني. من امبارح طلعت طالبت بتوضيح له، توضيح لموقفه. أنا لا معرض لحد يا حبيبي، أيا كان بقى أنت لجنة ولا مش لجنة. إيران عندها طول نفس؟ ما هي مش بطول نفس هي مش بطول النفس، أصل أنت مش بتعوم في البحر، دي بالقدرات العسكرية. هل أنت جاهز للقدرات العسكرية؟ هل تقدر تصد كل ده؟ هل تقدر تصد كل ده؟ أختكم ميادة بتطالبكم بالاشتراك في عضوية القناة. والله شكرا يا ميادة، ربنا يبارك فيك. أنا دخلت على العضوية من فترة لقيت عندنا 54 عضو والله يعني عندنا نص مليون وشوية بس 54 عضو، مع إن العضوية مش عارف ب 10 جنيه ولا 12 جنيه، حاجة كده تعبانة.